السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت الكباب في البيت، عايزة اقولك احلى من الجاهز بكتير. وبصي اللحمة طرية جدا وهتطلع معاكي مستوية 100%، وهتطلع احلى كمان من الكباب اللي بتشتريه من بره، وما بيفرقش حاجة عنه، بالعكس هيطلع معاكي تحفة. والكباب انا عملته بطريقتين في الفيديو ده، كل طريقة اسهل من التانية. وكمان هقولك اكتر طريقة عجبتني الطريقة الاولانية ولا الطريقة التانية. عايزه اقولك لو عملتي اللحمه بالطريقه دي هتطلع معاكي جميله جدا وسهله في نفس الوقت، يعني مش هتاخد منك وقت خالص، والنتيجه هتعجبك جدا. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه. معايا هنا التتبيله اللي هتبل بيها اللحمه. هنا معايا طماطمتين كبار، ومعايا بصلايه كبيره، و6 فصوص من الثوم، ومعايا هنا ليمون، ليمونه ونص او ليمونتين، ومعايا هنا فلفل اخضر، ومعايا هنا التوابل فلفل وملح، وهنا 7 بهارات، وحطيت هنا شويه من بهارات الكفته وشويه من بهارات الشاورما وحبهان ومرقه فاين فوز، ومعايا هنا خل، وهحط كمان شويه من اللبن. هحط كل المكونات دي معايا في الكبة، وممكن تحطيهم برضو في الخلاط، لان الطماطم سهلة في الخلاط. كده حطيت كل المكونات اللي معايا في الكبة، وهحط كمان هنا عصر الليمون حلو جدا برضو. التتبيله دي ممكن تتبلي بيها اي حاجه، تتبلي بيها لحمه وتتبلي بيها فراخ، ممكن تتبلي بيها برضو الشاورما، هتطلع معاكي تحفه. انا تبلت بيها الشاورما كانت جميله جدا. هحط هنا بقى معايا احط التوابل بتاعتي، وبعد كده احط شويه من الخل معايا هنا هيساعد على تسويه اللحمه، وهيخلي اللحمه معاكي تطلع طريه. وهحط كمان اللبن برضو حلو جدا مع الشاورما ومع اللحمه. وبرضو زي ما قلتلك التتبيله دي تنفع لاي حاجه، تنفع برضو للشاورما. انا عملتها شاورمه الفراخ كانت حلوه جدا. ومعايا هنا التتبيله انا شلت نصها، انا عامله التتبيله دي علشان هعمل اللحمه بطريقتين. هنا اول طريقه، ودي شويه دول هخليهم في الفريزر، ممكن تعملي كميه كبيره برضو وتخليهم في الفريزر، تعملي بيهم شاورما او تعملي بيهم تشوي بيهم اللحمه او الفراخ. معايا هنا اللحمه انا قطعتها قطع صغيره مش كبيره بالشكل ده كده. وبعد كده هحط هنا نص التتبيله، وهقلب اللحمه كويس جدا، يعني لازم تضغطي على اللحمه وانت بتقلبيها عشان تطلع معاكي وانت بتشويها تطلع معاكي طريه. فانا هقلب اللحمه مع التتبيله كويس جدا، واللحمه لازم تكون فيها دهون. الطريقه دي اول طريقه، لازم اللحمه تكون فيها دهون عشان تطلع معاكي جميله جدا. انا قلبت اللحمه معايا كويس جدا وضغطت عليها. ومعايا هنا السيخ بتاع البوتاجاز، ومعايا هنا فلفل اخضر وبصل. ده الشوايه بتاعه البوتاجاز، هحط فيه اللحمه، هحط قطعه لحمه واحط بصل واحط فلفل بالشكل ده كده. وبعد كده هحطهم في الفرن. انا حبيت اوريكم شكل اللحمه في الفرن علشان اوريكم ان انا مشغله الشوايه من فوق بس. الطريقه دي هتشغلي الشوايه من فوق، مش هتشغلي الفرن من تحت، هتشغلي الشوايه من فوق بس. وطبعا انا مشغله الشوايه واللحمه عندي بتلف، وبنكون حاطين الصاجه بتاعه الفرن تحت علشان طبعا اي دهون هتنزل ما ينفعش تنزل على البوتاجاز، ممكن تعمل ريحه. فهنحط الصاجه بتاعه الفرن وهنسيبها تستوي. وهي بتاخد وقت شويه، مثلا خدت معايا ساعتين واستوت معايا بالشكل ده كده. عايزه تاخديها على الصاجه برضو وتقلبيها تقليبه براحتك. طلعت معايا جميله جدا، وعايزه اقولك ريحتها حلوه قوي. ودلوقتي حطيت البصل اللي اتشوى والفلفل مع اللحمه،
وهحط هنا بكون مولعه فحمايه عشان تديني ريحه الشوي في اللحمه. احط كده شويه من الزيت على الفحمه، وبعد كده هقفل كويس جدا بالغطا. وبعد ما قفلت طلعت معايا اللحمه، بصي طلعت جميله جدا، عايزه اقولك طلعت تحفه، وبصراحه عجبتني جدا. ويعني طعم اللحمه بجد اللي بتشتريها من بره واحلى بكتير، جربيها هتعجبك. ولو انت مستصعبه الطريقه وما عندكيش سيخ البوتاجاز، دي شبكه البوتاجاز او دي شبكه الشوايه اللي عندي. لو عايزه تعملي كميه لحمه هتعمليها على الشبكه دي، ولما تستوي من فوق هتقلبي اللحمه لتحت. بعد كده معايا هنا اللحمه دي الطريقه التانية سهله برضو وجميله جدا. ومعايا هنا اللحمه مش لازم تكون فيها دهون كتير، وبقيه التتبيله هقلبها كويس جدا وهسيب اللحمه فيها شويه. واللحمه هنا مش لازم تقطعيها صغير، ممكن تقطعيها كبير عادي. بنقلب اللحمه كويس جدا مع التتبيله دي، وبنسيبها شويه علشان تستوي معانا وتبقى سهله وتبقى طريه معاكي في السوا. لازم تسيبيها شويه ساعه كده. بعد كده بحضر هنا معايا ده الكيس الحراري اللي بتشوي فيه، مثلا ممكن تشوي فيه فراخ. انا عملت فيه قبل كده الفراخ، وعملت فيه برضو البط، كان جميل جدا. ده هنحط فيه، ده القفل بتاع الكيس الحراري، هنحط فيه اللحمه. وعايزه اقولك الطريقه دي من اسهل الطرق ومن احلى الطرق لشوي اللحمه، هتطلع اللحمه معاكي جميله جدا. دلوقتي انا حطيت اللحمه في الكيس الحراري وقفلتها كده بالقفل ده كده. ده القفل بتاع الكيس الحراري. ومش هنحط بقى ميه ولا هنحط اي حاجه خالص، هي اللحمه والتتبيله اللي فيها بس كده. وحطيتها في صينيه، مش هنحط برضو ميه ولا اي حاجه. بعد كده بنعمل فتحات كده عند القفل بتاع الكيس الحراري، فتحتين كده 3، علشان الكيس لازم يدخله التهوية. بس كده احط بقى الصينية هنا في الفرن. وبتطلع معايا اللحمة بالشكل ده كده. التسوية بتاعة الكيس الحراري شوي اللحمة في الكيس الحراري عايزة اقولك سهلة جدا. بس بقى مش هتشغلي الشوايه من فوق، هتحطي الصينيه دي تحت وتشغلي المروحه، هتطلع معاكي اللحمه جميله جدا وهتطلع معاكي مستويه. وعايزه اقولك الطريقه دي عجبتني اكتر من الطريقه الاولانيه، لان هي اول حاجه سهله. تاني حاجه اللحمه طلعت معايا مستويه اكتر. بصي اللحمه جميله جدا، وبتفضلي حاطه الصينيه دي تحت ومشغله المروحه عليها لحد ما الميه ما يبقاش فيه ميه، ما يكونش فيه غير الدهون بس بتاعه اللحمه. ودلوقتي انا برضو ولعت فحمه وهحط عليها شويه من الزيت، وهغطي على اللحمه دي برضو علشان تديكي طعم الشوي. هنغطي على اللحمه كده كويس وهتطلع معاكي جميله جدا. عايزه اقولك الطريقه دي جميله جدا وطلعت معايا. دي اللحمه الطريقه التانية هي نفس التتبيله بتاعت الطريقه الاولانيه، بس دي طلعت طريه اكتر من الاولانيه وما خدتش معايا وقت ولا مجهود زي الاولانيه خدت معايا وقت شويه. يا رب تكون الطريقتين عجبوكم، ومع السلامه.